تخيل إنك بتمر بيوم صعب، زحمة مرور لا نهائية، خناقة مملة مع مديرك، وفجأة بتلاقي ريموت قدامك مش بس بيتحكم في التلفزيون، لأ ده يقدر يعمل اسكيب لكل اللحظات دي، كل ده بضغطة زرار. المرة دي الفيلم مختلف، بيحقق المعادلة الصعبة. الفيلم اللي بيحكي عن مايكل نيومان، مايكل اللي شغال مهندس معماري متفوق في شغله، وبيكون واخد أغلب وقته وبيسعى إنه يكبر فيه دايما، لكن على حساب زوجته وأولاده. وفي يوم بيروح مخنوق من الشغل اللي عليه وعايز يقعد قدام التلفزيون، بس بيتخنق أكتر لما بيتلخبط من كترة الريموتات اللي قدامه. مبيعرفش أي واحد فيهم اللي بيشغل التلفزيون، فبيروح على المول عشان يدور على ريموت عالمي من اللي بيشغل كل الأجهزة اللي في البيت. وهناك بيلاقيه فعلا، بس مش بيتحكم في كل الأجهزة، لأ ده بيتحكم في الحياة كلها. ومن هنا تبدأ مغامرة مايكل مع الريموت اللي هيغير حياته بالكامل. هل هيكون نعمة ولا لعنة؟ تعالوا نشوف سوا رحلة مليانة ضحك، دراما ومفاجآت، بس بعد الانترو. يبدأ الفيلم معانا بين وسامانثا أطفال مايكل، وهما بيتسحبوا جنبه عشان ياخدوا من التوينكس بتاعته من غير ما يحس. بس مايكل بيصحى ويمسكهم ويقعد يهزر معاهم، وبعدين كل ما يمسك ريموت عشان يفتح التلفزيون ما يطلعش هو، فبيتخنق. وبين بيقول له إن جيرانهم عندهم ريموت واحد بيشغل كل أجهزة البيت، فمايكل بيتضايق. وسامانثا بتسأله إذا كان عنده وقت يخلص بيت الشجرة اللي وعدهم بيه، فبيعتذر لأنه مشغول، وبيروح يجهز ويركب العربية عشان يروح الشغل. وهنا بنفهم لمحة عن حياة مايكل، إنه مش غني ودايما مشغول عن ولاده ومراته. مايكل وهو ماشي بالعربية بيقابل كيفن ابن الجيران، عيل بكس في سألة الدنيا كلها، بيتنمر على عربية مايكل. بس مايكل ما بيمشيش إلا لما بيسفل بوش اللي جابوه الأرض. بيروح مايكل الشركة وبيقابل السكرتيرة وبيسألها عن الاجتماع، فبيعرف إنه بدأ من شوية وبيدخل السلام عليهم. عليكم. وبيكون المدير ومجموعة من المستثمرين العرب قاعدين معاه، فبيقول لهم آسف إني اتأخرت، في حيوان ركن عربية لامبورجيني حمرا في المكان بتاعي. فبيرد واحد منهم إن الأمير حبيبه عنده عربية لامبورجيني حمرا. ومايكل لا يا باشا أنا قصدي فيراري زرقاء. بيبص له الأمير باحتقار وبيسأل المدير الكائن ده واحد من شركائك؟ بيقول له لا يا فندم ده ابن الشركة بتاعنا وهو اللي هيعمل لكم المشروع. وبيبدأ مايكل يشرح لهم المشروع. سمو الأمير أبوبو بيتعصب عليه وبيقول له حبيبه. مايكل بيديها وضعية التطبيل، والأمير بيطلب تعديلات مش منطقية. مايكل لسه هيقول له ده ما ينفعش يا سمو اتعصب عليه وبيقول له اسمع يا ابن المدير اتدخل وقال له سيبك من ابن الشركة ده، أنا اللي هعملها لك. مايكل والمدير بعد الاجتماع بيقعدوا مع بعض. المدير بيقول له إن في مشروع جديد هيتعمل في الشركة وإنه هيديله المشروع ده، فبيفرح جدا. بس بيقول له إنه لازم يبدأ يشتغل عليه خلال الأسبوع ده أو المشروع هيروح لحد تاني. مايكل بيتصدم لأن الأسبوع ده كان وعد أولاده إنه هيخرجهم، بس بيضطر يقبل. وبننتقل لمايكل وهو رايح يحضر مسابقة السباحة بتاعة ابنه واللي بيوصلها متأخر على آخر وقت. بس مش دي المشكلة، لا لا، الأنح من كده إن مايكل بيغلط في ابنه والعيل يا عيني بينهار من الصدمة. بس مايكل بيستوعب الوضع وبيروح عند ابنه فعلا واللي بيكون لاحظ غياب ابوه. وبنشوف مدرب السباحه بيواسي الولد بعد لما خسر السبق ويطمنه انه هيكون احسن المرات الجايه. بننتقل لعيله مايكل وهم قاعدين بالليل مع بعضهم، ومايكل كالعاده بيكون مشغول عنهم في مكالمات الشغل، وبيزيد ضغطه لما مجموعه من الشباب بيلعبوا بفرقعات وبيعملوا صوت عالي في المكان. واليوم بيعدي وبننتقل لمايكل وهو قاعد مع دونا بالليل وبيحكي لها اللي حصل معاه في الشغل وانه هيكون مشغول عن اولاده الفتره الجايه. وطبعا بتتضايق منه انه ازاي يعمل كده في اولاده، لكن مايكل بيكون شايف انه بيأمن ليهم مستقبل افضل. ولسه بيشغل التلفزيون بيكتشف ان اللي في ايده ده الريموت الغلط، فبيقرر ان لا لازم يروح حالا يجيب ريموت من اللي بيشغل كل حاجه. وفعلا بيروح مايكل على المول وبيبدا يدور على الريموت لحد لما بيجي عامل باين عليه انه غلبان وبيقول له طلبه، بس العامل ده ما بيفهمش مايكل عايز ايه، بيظهر عليه الغباء لحد لما بيجيب اخره منه وكان هيضربه، بس بيسيبه ويكمل تدوير. يوصل مايكل لأوضة باين فيها حاجات كتير بتتصلح وفيها راجل واقف شغال في التصليح اسمه مورتي. مايكل بيقول له طلبه، الراجل بص له وبيقول له يا سلام عز الطلب يا مايكل اخويا، وبيخطف مخزن وبيجيب له الريموت وبيقول له ده بيتحكم في كل حاجه انت عايزها. مايكل بيقول له اهو انت كده فاهمني، فمر بقى يا عم الناس. الراجل قال له بلاش خالص مايكل، انجز يا عم. البياع لا خلاص انا اصلا مش مسعره، بس انا ليا شرط ان ما ينفعش ترجعه لحد لما تستخدمه. مايكل انا موافق. نروح مع مايكل للبيت وبنشوف ان مايكل تعبان، بيروح يقعد يتفرج على التلفزيون وبيستخدم الريموت الجديد. ومراته بتيجي تتكلم معاه ويستخدم الريموت اللي بيوقف مراته عن الحركه ويكمل كلامه، بس ما بياخدش باله من اللي حصل. شويه وبيقوم يشتغل ولسه هيبدا لاقي الكلب جاي يتنطط قدامه عشان عايز يخرج بره البيت يعمل حمام. مايكل وهو عايز يسكت الكلب بيستخدم الريموت الجديد، وهنا كانت الصدمه. مايكل الاول افتكر ان هو بيهلوس فقعد يجرب اكتر من مره وخد الكلب وطلعه بره، وقعد يجرب في الريموت عشان يتاكد اللي شافه ده حقيقي ولا لا. لما استوعبه
رمي الريموت ودخل نام. تاني يوم بنقابل جنين صاحبة دونا، وهي قاعدة بتفطر عندهم وزعلانة إن ما عندهاش حبيب ولا شريك حياة زي دونا صاحبتها. مايكل بيقول لها يمكن مثلا عشان كل ما ترتبطي بواحد تخونيه مع أخوه الست بتقوم تسبله وتمشي. ودونا جايه تقطم في مايكل على الكلام اللي قاله الجنين. لقى الريموت جنبه واستخدمه عشان يتجاهل الخناقه. بننتقل لمايكل وهو خارج من البيت وبيقابل كتله البكاسه اللي بيقعد منظر على مايكل بكلبه الجديد وانه اغلى من عربيته وبتاع، فبيتسوق بالعربيه وهو ماشي. جدع مايكل. وبياخد الريموت وبيرجع لمورت تاني يفهم منه الحكايه. عمنا. ايه؟ خلاص تمام، قول فركش بقى انا لبستها. هو ايه؟ مش انتوا الكاميرا الخفيه؟ لا. نهار اسود، امال اعمل اللي بيحصل معايا؟ مش انت طلبت الريموت يتحكم في كل حاجه؟ او بعدين دوس كده على الزرار ده. ماشي، ايه ده؟ بقيت في الماضي بالظبط. الريموت ده ممكن يرجعك للماضي بس ذكريات. دوس كده تاني. ايه ده؟ انا رجعت اكتر. كمان مره. انا رجعت فين؟ انا رجعت فين؟ يلا نطلع من هنا بقى. دوس على الزرار ده يلاقي نفسه في المخيم الصيفي، او ممكن يطلعك لقدام عادي طالما في الماضي مش بيرجع بس. يلا نرجع للحياه العاديه. خلاص العبارة وصلت. سكة السلامة انت بقى حبيبي عمنا. بننتقل لمايكل وهو بيروح على مكتب المدير بس بيلاقيه في شغل مهم قوي. وبيوعد مايكل بالترقية اللي مستنيها من زمان لو هو حقق الصفقة للشركة، وكمان بيقول له انه هيطلع رحلة خلال الوقت ده ومايكل هيكون هو المسؤول عن الصفقة دي. وقبل ما يمشي مايكل بيقول للمدير انه لو عايز صحبة في السفرية دي هيظبط له مع جنين صاحبة مراته. يا جدع مايكل يا اخويا، خد الاورنج على مقاسك. مايكل بياخد قصدي العربية بتاعته وبيروح على البيت. وهو داخل من على الباب يلاقي ابنه بين بيلعب مع كتلة البكاسة اللي بيقول على ابنه ان هو فاشل وما بيعرفش يلعب. ومايكل بكل احترام بيطلع الريموت وبيوقف الزمن وبيخلي الكرة تيجي في وش البيكس ده. ويخش بيته بيلاقي مراته بتعزم اهله في التليفون يجوا يتعشوا معاهم. وبيظهر ان مايكل متضايق جدا عشان ما عندوش وقت لده. بس مايكل بيشغل دماغه وبيقول طب ما هو ممكن يسرع الوقت بالريموت بتاعه. وفعلا بيعمل كده. وبيكون عدى كل الوقت الممل اللي عنده وراح على الشغل على طول. بس لقى مراته جايه له ولسه هتبدا تتخانق، هيستخدم الريموت وعدى الوقت بسرعه. وبيطلع الاوضه يتاكد ان الموضوع خلص فعلا. بس مراته بتصحى وتبص له وتقول له يلا شوف السجاير. بعدها مايكل بيحس بقلق من اللي بيحصل. وبيتصل بمورتي عشان يفهم اللي بيحصل معاه لان مراته بتقول له انه وافق على حاجات وهو مش فاكرها. بس بيلاقي مورتي واقف له على الباب وبيقول له تعالى اما افهمك. وبيوريه ان وقت تسريع الاحداث بيدخل في حاله زي القياده الاليه وما يفتكرش اي حاجه، وان الحاله دي بتحصل معانا كلنا بس بنكون واعيين للمؤثرات الخارجيه. اما هو فلا. وكمان بيقول له ان زوجته جامده قوي بتغزل فيها جامد. مايكل اتعصب وبص لمورتي جامد وقال له لا انا ما اسمحلكش، امال لو شفت اللي كنت مرتبط بيهم زمان. وبيرجع بالذكريات وبيوري لمورتي شويه اشكال. لا بجد يا مايكل ايه ده؟ مورتي بيحذره يقعد يسرع من الاحداث والافضل يعيش حياته زي ما هي. وطبعا حبيبنا مايكل قال انا هسرع بس لحد لما ارجع لصحتي. وبعدها لقى الدش عطلان قام مسرع تاني. ركب العربيه لقى الدنيا زحمه اند جيس وات راح مسرع تاني. وصل الشركه وحضر الاجتماع. خلص الاجتماع والمره دي مايكل ما سرعش. الله يهديك يا عم مايكل. واخر اليوم اجتمع مع الوفد الصيني اللي لو هندل الصفقه معاهم هياخد الترقيه. والمره دي مايكل استخدم الريموت صح، فتح الترجمه وفهم كلامهم وعمل لهم اللي عايزينه. واخيرا خد الصفقه. وروح مايكل على البيت عشان يحتفل مع عيلته ومراته وما نساهمش في الهدايا طبعا. بس هل الحياة تمشي حلو أخيرا؟ أكيد لا. مايكل تاني يوم في الشركة لما دخل على مديره وقال له مايكل إن يشد حلو عشان يترقى لما يخلص تسليم الصفقة. مايكل سأله هو أنت مش قلت لما اتفق مع الناس؟ المدير في نظرة خباثة لا يا مايكل يا حبيبي ده لازم تسلم الصفقة للناس، أمال عايز الناس تقول لك يا ابن الشركة إزاي؟ مايكل قلت لي بقى ابن الشركة. قام مطلع الريموت وموقف الزمن. مايكل خلص اليوم وطلع وهو محبط على مورتي وسأله يعمل ايه. مورتي قال له انا قلت لك قبل كده عيش حياتك يا مايكل وما تعتمدش على الريموت. مايكل بص له بحزن. ورجع مايكل على البيت واتعصب على اولاده ومراته جدا واطرح اللي حصل معاه. وبعدها بدأ يحس بالندم واخد القرار وداس على الزرار. بنشوف مايكل الوقت عدى بيه بسرعة بقى في الشركة واخد الترقية. بس بدأ يلاقي ان حاجات كتير جدا اتغيرت حواليه. وفي لحظة صدمة اكتشف الحقيقة المرة ان عدت سنة كاملة لحد لما اخد الترقية اللي كان بيحلم بيها. حتى في البيت عنده لان علاقته بمراته متدمرة تقريبا واولاده اختلفت وكلبه مات كمان. حتى الوقت اللي كان بيقضيه مع مراته بقى بيخلص بسرعه وبشكل فجائي من غير ما يدوس على اي زرار. مايكل ما عادش مستوعب اللي بيحصل ونزل يتصل على مورتي. بس المره دي لقى في وشه. مورتي قال له بص يا مايكل الريموت ده متقدم جدا ويفهمك من غير ما تطلب، وهو خزن اللحظات اللي عارف انك انت عملت لها سكيب قبل كده وبقى بيعمل وهيعمل كده من نفسه من غير ما تدوس على زرار. مايكل قال له ده لا يمكن يحصل وانا مش هستخدم الريموت ده تاني. وحاول يخلص منه مره واثنين وثلاثه بس ما عرفش. تاني يوم مايكل لما صحى لقى مفيش ميه. قال مش مهم وبلبس البيت اخد العجل عشان يهرب من يتعمل له سكيب ليومه بسبب ان مفيش ميه وكمان بسبب الزحمه. وراح على الشركه وقابل المدير هناك وكان مستغرب منه
مايكل قعد يقنعه ان لما يبقوا على طبيعتهم جوه الشركه ده هيزيد من انتاجيتهم وحاجات عبيطه. لا، والعبيط التاني صدق وقام قلع. وقف مدير مايكل يتكلم شويه انه قرر يسيب الشركه ويعتزل الحياه وهيسافر، ومايكل هيترقى وياخد مكانه. مايكل اخد باله ان الترقيه دي هتخليه يعمل له سكيب لحياته، وحاول يوقفها بس ما لحقش، واتعمل الفتره دي سكيب لحياته. مايكل بيلاقي نفسه في بيته، بس ده مش بيته وعيلته مش موجوده معاه، وكمان بنلاقيه بقى تخين جدا وهو مش فاهم لسه ايه اللي بيحصل. بس عموما بيقوم يلبس ويمشي من البيت ده وبيروح على بيته الاصلي اللي احنا وهو نعرفه. مايكل بيدخله بيقابل ابنه اللي بيكون بقى مراهق وكبر في السن وبقى تخين جدا زي مايكل، وبيكلم ابوه وحش فبيغضب منه وبيزعق له. وكمان بيشوف بنته نازله بلبس مكشوف فبيخليها تروح تغيره، ومراته بتظهر اخيرا. بس بيكتشف بعدها بثواني ان خلال فتره الاسكيب دي انفصل عن مراته، وهي بعدها اتجوزت مدرب السباحه بتاع ابنها. مايكل بيمسك في خناقه ومن هنا لهنا بيقع وبيتخبط على راسه، وطبعا عشان الريموت كان عامل سكيب قبل كده لفتره المرض فصحي وهو في المستشفى. المره دي لما بيصحى في المستشفى بيلاقي نفسه رجع طبيعي، فبيفتكر ان هو كان في كابوس. بس للاسف بيعرف من مراته او طليقته انه لما وقع والاسعاف اخده اكتشفوا ان عنده كانسر واخد 10 سنين على ما يتعالج، وان مراته لسه متجوزه مدرب السباحه واولاده بعدوا عنه. مايكل لما بيقوم بيلاقي انه بقى مدير عام للشركه كلها، وهناك بيقابل بن بيكون اتغير جدا، بقى شاب وسيم ورياضي، وبيعرف ان الفضل في ده يرجع لجوز امه مدرب السباحه. ولما بيروح يقعد في المكتب مع بن ما بيعرفش بنته من الصور من كتر ما الزمن عدى، وبيقول لبن هنظبط وقت ونخرج انا وانت وجدك. فابن بيقول لابوه انا لازم اقول لك على حاجه، وبيكتشف مايكل ان ابوه مات. مايكل بيخش في حاله صدمه وبيبتدي يبكي بحرقه، بيحس بالندم الشديد من اللي عمله، وبيروح يزور ابوه في قبره. وهناك بيقابل مورتي وبيطلب منه يرجعه عند اخر لقطه قبل وفاه ابوه، وبتكون مؤثره جدا. وابوه بيطلب منه يخرجوا شويه، مايكل بيرفض لان عنده شغل، بيكون فظ جدا مع ابوه. مايكل الصاحي بيعيط جدا لما بيشوف الذكرى دي، وبيروح يبوس ابوه بيقول له انه بيحبه جدا. لما بيرجع من الذكريات لقبر ابوه، مورتي بيقول له انا ما كنتش عايز اخده بس كنت مضطر لده. مايكل بيساله انت قصدك ايه؟ مورتي بيقول له انه ملك الموت، ومايكل بيتخانق معاه بس ما بيعرفش يعمل حاجه. بيقدم الزمن بسرعه عشان يخلع منه، وبيلاقي نفسه في فرح ابنه، وبيكون عليه الدور يقول كلمه، ويبدا يبص لكل اللي حواليه بنظره حسره وحزن، وبيحس انه ضيع عمره بالكامل. وبيستأذن من جوز طليقته يرقص معاها للمره الاخيره، ومايكل عشان راجل كده رد له الجميل ان هو وافق. وهو كان بيرقص معاها سمع بنته وتقول له جوز امها يا بابا، فاتصاب بنوبه قلبيه. ولما فاق لقى نفسه في المستشفى، ولقى ابنه بيقول انه لغى شهر العسل عشان هيدير الشركه اثناء علاج ابوه. مايكل كان بيحاول يقول له على حاجه بس ما عرفش، وابنه مشي. بس مايكل قام وراه وقعد يحاول يمشي لحد لما خرج من المستشفى، وقع على الارض وقضاها زحف لحد لما اولاده شافوه. مايكل وصاهم ما يضيعوش حياتهم في الشغل، وودع الكل حتى جوز طليقته ودعه وقفل عينيه. لا يا صديقي، خد انت رايح فين؟ استنى بس، الفيلم لسه ما خلصش. مايكل فتح عينه ولقى نفسه رجع للمول تاني في اليوم اللي جاب فيه الريموت، واكتشف انه كان بيحلم وانه نام لفتره طويله. المره دي مايكل طلع يجري على بيت ابوه وامه، وبعدها راح للبيت بتاعه وكان فرحان بعيلته ومقدر كل شيء حواليه وكل حاجه في حياته. اكتشف ان الشغل ما كانش كل حاجه زي ما كان فاكر. واخر لقطه في الفيلم بنلاقي الريموت رجع تاني ومعاه رسالة من مورتي بتوضح له إن هو إنسان صالح وإنه ما كانش بيحلم، وبيديله فرصة تانية يصحح حياته. والمرة دي مايكل مش بيهدرها ويمسك الريموت ويرميه في الزبالة. وفيلمنا بيخلص لحد هنا، ولحد هنا خلص الفيلم يا صديقي. لو عجبك اعمل لايك وسبسكرايب واستنى ملخص الجاي، ولو ما عجبكش اكتب لنا كومنت وهنحاول نحسنه المرة الجاية. سلام.